السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذا الفيديو الذي سنعرض من خلاله مواعيد مباريات المنتخب المغربي في التصفيات لكأس العالم 2026 في أمريكا، كندا والمكسيك. وقبل البدء يسعدنا مشاهدينا انضمامكم لنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو كدعم لنا على الاستمرار في النشر. أقام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم فيفا 2026 الخاصة به في ساحل العاج على هامش الجمعية العمومية 45 له. القرعة التي جاءت من 9 مجموعات سيتأهل منها بشكل مباشر 9 فرق، بالإضافة إلى فريق آخر سيتأهل إلى بطولة فيفا العالمية المؤهلة لكأس العالم فيفا 2026. القرعة التي حل فيها المنتخب المغربي في التصنيف الأول أسفرت عن مجموعة تواجد فيها رفقة كل من زامبيا والكونغو وتنزانيا والنيجر. تواجد منتخب إريتريا في مجموعة المغرب، لكنه انسحب من التصفيات قبل بدايتها. كما تم الإعلان عن مواعيد جولات التصفيات بشكل كامل، والتي بدأت فعالياتها في شهر نوفمبر من عام 2023 وتنتهي بعد عامين من ذلك التاريخ في نوفمبر من عام 2025، قبل البطولة بحوالي 7 أشهر. هنا جدول المباريات. الجولة الثانية فاز فيها المنتخب المغربي على نظيره التنزاني بهدفين للا شيء في نوفمبر سنة 2023 في دار السلام تنزانيا. الجولة الثالثة المنتخب المغربي يستقبل منتخب زامبيا في يونيو 2024. الجولة الرابعة المغرب يذهب ضيفا على منتخب الكونغو في يونيو من السنة الجارية. الجولة الخامسة المغرب في ضيافة منتخب النيجر في شهر مارس من سنة 2025. الجولة السادسة المنتخب المغربي يستضيف منتخب تنزانيا في شهر مارس من سنة 2025. الجولة السابعة المغرب يستضيف منتخب النيجر في شهر شتنبر من سنة 2025. الجولة الثامنة منتخب زامبيا يستضيف منتخب المغرب في شتنبر من سنة 2025. الجولة العاشرة المغرب يستضيف الكونغو في شهر أكتوبر من نفس السنة. كما نشير أن المنتخب المغربي سيحظى بتربص في شهر مارس القادم قبل خوض مباريتان وديتان استعدادا للمستحقات القادمة. هذا ما جاء في الفيديو، وشكرا لكم على المشاهدة، وفي فيديو قادم إن شاء الله.